حط شخص في بالك في الوقت الحالي واكتب انوي ان استقبل الطاقة. يلا بينا نشوف الشخص اللي انت حطيته في بالك في الوقت الحالي شايفك ازاي. يلا جاهزين؟ الشخص اللي انت حطيته في بالك في الوقت الحالي شايفك ازاي؟ نظرته ليك ايه؟ طيب الشخص ده شايفك ازاي؟ هو شايف ان انت يعني حد غريب قوي، طاقتك غريبة. شايف ان هو لما بيكون معاك بيكون محظوظ جدا ماديا وربنا بيكون موفقه في شغله، ولما بينفصل عنك يعني بيكون وضعه المادي سيء جدا، ما بيبقاش لاقي فلوس، بيبقى يعني بيمر بمعاناة شديدة قوي. فهو حاسس ان انت حد يعني كنت دايما ليك نظرة يعني للمستقبل فيما يخص شغله، كان دايما بيبقى ناجح وهو معاك، ربنا كان بيبقى موفقه في شغله كتير قوي. شايفة كمان لو انتم منفصلين هو يعني حاسس ان مفيش حد بيدعمه في حياته وان هو وحيد قوي من غيرك، حاسس ان انت كنت بتعتني بيه جدا وكنت بتهتم بيه. شايف دايما عندك افكار خارج الصندوق، دايما ذكي وبتدي افكار ابداعية كتير قوي. شايف كمان ان انت يعني مصدر سعادته، وان لما بيبقى معاك بيبقى مبسوط جدا ومفرفش. شايفة كمان ان هو بيشوفك نصه التاني وان انت حبيبه وتوأم روحه. شايفة كمان ان في تفاهم كبير ما بينكم، في سعادة، سعداء مع بعض. شايف كمان ان انت حد متحرر قوي ومش تقليدي، ودايما تفكيرك يعني خارج الصندوق، مبدع، افكار جديدة، منفتح على ثقافات بتاع دول وناس مختلفة عنك، مثقف قوي. شايفاه كمان بيشوفك ان انت يعني اي حاجة بتحلم بيها بتتحقق او بتحصل. عندك احساس قوي وبصيرة قوية، احساسك دايما دليلك. شايف كمان ان انت حد مريح قوي نفسيا. شايفك برضو حد ناجح، شايفك حد واثق من نفسه، شايفك يعني بتدعمه جدا، وحد حنين قوي وطيب، حد مسؤول وبتحس بالرعاية والمسؤولية وبتهتم بكل اللي حواليك زي طاقة الأم كده، ان انت مهتم بكل اللي حواليك. شايفك كمان يعني اديته مشاعر كتير قوي، وكنت عطوف معاه ورومانسي وحنين. كنت دايما معاه بالنصيحة الحلوة، بالكلمة الحلوة، دعم وتشجيع في كل حاجة، وقفت معاه لحد ما نجح. فهو شايفك ان انت يعني طيب جدا، وشايفك كمان مش مادي، يعني ما بتستغلوش ولا بتاخد منه فلوس ولا اي حاجة. بالعكس ده انت ساعدته كتير ان هو يعمل فلوس او ينجح في شغله. شايفك كمان حد متمسك قوي، وشايفك حد وفي ومخلص للعلاقة. شايفك مستقر ماديا وغني.